مش احكي لك بقى يا اسطى عن امي معانا في بيتنا في رمضان وقبل رمضان وكل حاجه. انا امي عمرها ما قالت لي كلمه سلام. اي ناس بتتكلم، انت عارف كل لما ابقى اشوفهم بتكلم صحابهم وبتاع، اول ما صاحبي يكلم امه وهي بتقفل تقول له خلي بالك من نفسك يا حبيبي وبتاع. انا امي ما بتقولش سلام. امي اخر كلمه مثلا على طول تديها لك في وشك تناولها لك. والله ما بتتكلم في ايه يا جدعان. فالمهم بقى ايه، مثلا اروح تحت البيت فانا معيش مفتاح اطلع البيت، فاقوم راين عليها اقول لها امي تعالي مفتاح، وحياة كتاب الله ما بتقول لي ماشي، وحياة كتاب الله بقول لها امي توحي لي مفتاح، تقوم طب ماشي، طب حصل لها حاجه؟ طب ماتت ولا ايه؟ يا رب اعمل ايه؟ فاهم؟ اعرف نطق كده وكده وكده واقعد شويه، طب يا رب يمكن سمعت مثلا وقامت تجيب المفتاح، طب يا رب يا رب، طب وليه؟ طب ما كل الاحتمالات دي ما تقول لي ماشي. انا بقعد بقى احتمل ساعه مثلا، اقسم بالله تقوم تقول لي احمد المفتاح يا احمد. مفتاحي يا امه، مفتاحي منك لله، ده انا قلبي اللي عايز مفتاح، ده انا ماشي انا عيطت مرتين. المهم بقى احكي لك بقى عن هي وابويا. انا وهي وابويا يا اسطى خناقه 24 ساعه، يعني بمعنى الكلمه احنا فاضيين، هو ابويا وامي فاضيين، فايه ماشيين ايه خناقه. شفنا بعض خناقه، احنا مش هنتعامل كده، لازم نتخانق. المهم مثلا دلوقتي احنا ابويا قال لها اعملي صينيه بطاطس، لو امك ابوك قال لها اعملي صينيه بطاطس، محتاجه ايه؟ الناس الطبيعيه بطاطس. محتاجه بطاطس؟ بطاطس؟ لا لا لا. انا اجيب اللحمه. انا ما عايزها ب 5 جنيه فلفل اسود، اهم حاجه ب 5 جنيه فلفل اسود، ب 5 جنيه كزبره، ب 5 جنيه كمون خشن، ب 5 جنيه بهارات توابل، ب 5 جنيه غاز، حامل سمكه معاك خمسة تكبر يا اسطى، ب 5 جنيه صابون عشان نفس الصينيه، عايزين صينيه، عايزين انبوبه، دول لي كده صاحبك شوف معاه انبوبه تخرب الكلام عشان تعمل صينيه بطاطس. فابويا وام شايفها، ابويا النهارده بقى راح بيقول لها ايه؟ عايزك بكره تعمل لنا ولا بلاش احسن انت شهيده. كل ما اقول لك على حاجه هنعمل ايه؟ احنا عايزين زيت وعايزين 5 جنيه فلفل اسود، و5 جنيه بطاطس، و5 جنيه، فقال لها انت شهيده فايه؟ فبلاش. حاجه تاني بقى، انا امي يعني بتعاملنا ايه؟ بتعاملنا عادي الاول، ممكن مثلا اخش المطبخ قبل الفطار، المفروض انا مثلا ايه دخلت المطبخ قبل الفطار، فاقوم باصص لها كده اقول لها امي عامله اكل ايه؟ تقوم باصه لي كده اقول لها في ايه؟ عامله اكل ايه؟ فانا بشتمك بامك، انا بقول لك عامله اكل ايه؟ تقوم بقول لها تعملي كده، بقول لها في ايه؟ تقول لي يعني انت ما انتش عارف؟ طب ما انا عرفني، ما انا قلت لك في 2020 انا هعمل اكل النهارده، انت ازاي مش وايه؟ طب انا مالي مثلا؟ طب لو قلت لي النهارده فين انا نسيت، ما تقولي لي تاني مش حوار. واقسم بالله كل لسه ما اخش اقول لها عامله اكل ايه تقوم بصلي كده. فقول لها في ايه؟ في ايه؟ ما تقولي لي، طب ما بدل التويس دي كنت زمانك قلتي. فالمهم يا اسطى انا بقى احكي لك لقطه مع امي واصحابي. انا امي واصحابي يعني في حب امي واصحابي بقى، انا امي يوم ما تشوف اصحابي عامل ايه؟ امك عامله ايه؟ بالله عليك سلم لي عليها، بالله عليك، والله لها وحشه كبيره قوي، والله لها وحشه، اول ما تمشي معاه الواد ده ما تمشيش معاه، انا ما استريحتلوش، واقسم بالله ما استريح، هو وشه هو عيل ابني. الواد ده اصلا شكله سوابي زي الواد اسماعيل. بعدين بقى يا اسطى انا امي فيها خصله جامده قوي. امي زمان ما كانتش نظرها ضعيف، هي لسه نظرها ضعيف من سنتين ولا حاجه، بس الخصله دي يا اسطى من زمان، من ساعه ما انا اتولدت انا بشوفها فيها. اول ما بتيجي تكلمني وتبقى بتتكلم جد وهتزعق، شوف انت مثلا انت عيني كده المفروض ابص لك، تقوم عامله لي كده. بقول لك ايه؟ والله العظيم انا ما بحبش الجو اللي انت بتعمله ده وبتاع، تقوم مكلمك تقوم منادي. احنا هنا كلنا تحت اصلا، فاهم؟ بقول لك ايه وبتاع، لحد ما انا نظري ضعف من الحوار ده. المعلم اسماعيل ده اللي بيصور ده بيجي يخش عندي يا اسطى فيها نظري ضعيف، ابن بيتريق على امي بقى. فالمعلمه عملت ايه بقى؟ دخلت عليه هو قاعد على السرير هنا، احنا بعنا اللندا عشان ناكل بيها وبتاع، فالدنيا ضلمه. المهم ايه بقى يا اسطى؟ دخلت عليه يا اسطى، كان هو قاعد على السرير ده، راحت دخلت عليه، احنا عندنا سريرين هنا وسرير هنا، راحت دخلت عليه وهو قاعد بصيت له، فهو باصص لها من بعيد كده، وهي باصه كادر تاني خالص. تشرب شاي يا اسماعيل؟ عايز شاي؟ وهي باصه كده وما بيردش ليه؟ وهو فاكر ان هو يعني ما بيكلمهاش، يمكن هي شايفه حد تاني مثلا تبعهم مخبيه تحت السرير ولا حاجه، فهو يبص لها كده. اشارات انا معلم كان قاعد هنا، قامت هي كانت بصيت له تشرب شاي وبتاع، عمل لها انا هي سمعت على الصوت، راح بس جاب له تشرب شاي، فراح يا حاجه هنا يا حاجه، فراح بس تشرب شاي ودمها خفيف قوي بقى. انا كنت في الحمام انا اقسم بالله سمعتها، طلع عايز شاي كم معلقه سكر، هو ده سكر اهو بيشرب سكر عادي، فراح بتقول كم معلقه سكر، قول بس والله العظيم ما تتكلم ثلاثه، لا هي واحده عشان سكر غالي. خلاص يلا بقى يلا عيب. ليه ما استمر؟ عيب عليك، انا امي على الكرم كله، انا امي من المنوفيه يا جدعان. ايوه امي اللي علمتنا
انت بتعلم البكاسه من امك اصلا. اه يا اسطى البكاسه عند امي نمبر 1. لا يا عم بس امك بتعاملني معامله طرش الطرش. ام بقى العب صبور، ام مع عبد صبور، لا عبد صبور جدع وبتاع وكل حاجه، بس ايوه هو شيخ حرام، أزهر. ما تمشيش معاه. عمل لك البوم. بس عشان نبدا خلاص.